ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر دوت؟ طبق فروت سلطة كده بعد الفطار، حاجة كده عظمة. طبعا كده هنسقعه كده في التلاجة، يتاكل ساقع كده، فيه من كل الفواكه اللي كل ولادنا بيحبوها، وفيه قيمة غذائية كويسة قوي لولادنا. بتمنى كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم يا رب العالمين، وتفتكروني دايما من دعاكم يا رب العالمين، وكومنت ظريف زيكم كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. اتمنى كل الوصفات تعجبكم، ويلا بينا نروح نشوف العظمه دي اتعملت ازاي. السلام عليكم. حبينا كده نعمل النهارده معاكم كده طبق فواكه قمر كده، فروت سلطه. طبعا ولادنا كلهم بيحبوه. طبعا انا كنت جايبه الفواكه ديت، وطبعا بما ان احنا في رمضان الحاجه بتفضل قاعده، الولاد ما بيقدروش ياكلوا بعد الفطار، بيحبوا يشربوا العصاير على طول. فانا قررت كده نعمل من الفواكه دي شويه فروت سلطه كده قمر. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم، وتقفوا جنبي وتعملوا لي لايك وكومنت عشان ده اللي يرفع معايا الفيديو باذن الله تعالى. يلا بينا كده نشوف احنا هنعمل ايه. معايا الموز دوت. طبعا الموز ناشف، لازم يكون ناشف ما يكونش طري. هو مصفر كده بس من القعده، بس ان هو كان موجود. فانما هو ناشف ما فيهوش اي حاجه طريه. ومعانا الكنتالوب، ومعانا الفراوله، ومعانا الخوخ، ومعانا التفاح. هنقشر التفاح والجوافه ونقطعهم وننضفهم كده ونبدا نقطعهم حتت حتت كده، ونبدا نرجع تاني مع بعض نوريكم بعد ما قطعناهم وخلينا كل الحاجات دي مكعبات، وهنشوف ازاي الموز معانا متماسك ومفيهوش اي حاجه. اهم حاجه ان هو لازم يبقى مفيهوش اي حاجه علشان يبقى حلو معايا في الفروت سلطه بتاعي، ويبقى شكله حلو كده. هنعمله معاكم كده بطريقه حلوه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم، وطبعا الحاجات دي مفيده جدا لاولادنا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. انا بصراحه بفضل ان ولادي ياكلوا الفاكهه كده، بس بما ان احنا في رمضان وولادي ما كلوهاش، فيلا بينا نتصرف ونشوف هنعملها فروت سلطه ازاي. سهل جدا وبسيط، وبجد مش هيحتاج منك اي مجهود. يلا بينا ننضف الحاجات دي ونبدا نقطعهم ونرجع تاني مع بعض. اهم حاجه تخليكم معايا في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وتتابعوني دايما على قناتي حل الضغط على اليوتيوب. اتمنى كل دايما يا رب متابعين اللي كانوا معايا على قناتي الاولانيه يبقوا في ظهري يا رب العالمين في قناتي الجديده. هسيبكم دلوقتي وننضف التفاح والجوافه ونبدا نقطع الحاجات دي كلها ونرجع تاني مع بعض. كده حضرنا معاكم كده الفروت سلطه بتاعتنا، جهزناها كده، قطعناها التقطيع اللي احنا عايزينه كده كويس. طبعا شايفين تناسق الالوان بتاعتها بجد حاجه كده عظمه. طبعا قطعنا الجوافه والتفاح والفراوله والكنتالوب، قطعنا كده، والموز طبعا كتير جدا فيها. وده هنا كده معانا الفراوله والموز اللي احنا اللي كانوا طريين، وما كانش هينفع ان احنا نعملهم في الفروت سلطه، علشان هو طبعا ينفع، بس لو انا هضمن ان الفروت سلطه دي انا هعملها على قد كوبايه واحده، ان انا اعملها من الموز الطري دوت، لان ده بيخليها تفقد على طول صلاحيتها في التلاجة. فدلوقتي واحنا طبعا دلوقتي احنا في شهر فضيل، طبعا كلنا بنفطر اوقات الاكل قليله، فالحاجه لما تقعد في التلاجة على الاقل ما تبص. فيلا بينا كده هنحضر بقى احلى عصير من الموز والموز الطري والفراوله الطريه والحاجات دي كلها. يلا بينا كده. واحلى حاجه بقى في الوصفات دي كلها ان انت تقدري تخلي ولادك يشاركوكي في الحاجات ديت عشان يسلوا صيامهم طبعا من المذاكره وزهق الصيام والكلام ده كله، وهم اطفال لسه. فيلا بينا كده هيشاركنا معانا ابني الصغير، هو بيضرب لنا الفراوله. يلا يا ياسو. هو دلوقتي بينزل كده الموز والفراولة. بالراحة يا كيكو. وهينزل السكر كمان دلوقتي. يلا يا سو. طبعا السكر ده حسب رغبتك، حابه تكتريه كتريه، مش حابه تكتريه تمام، مفيش اي مشكله. هنضرب بقى كل الكلام ده ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي يا حبايبي بعد ما ضربنا كده العصير بتاعنا، هننزل كده على الفروت سلطه بتاعتنا كده، هننزل عليها كده بالعصير. بجد بيبقى طعمه حكايه. طبعا العصير ده بنوتي عندي ما بتحبش كل الفواكه دي، ما بتحبهاش. دي بقى بتقطع عليها كده موز مع العصير ده، بيبقى بجد طعمه عظمه جدا. وكده عملتي احلى فروت سلطه بجد، ممكن ولادك ياكلوها، ومفيد جدا وفيه كل المكونات الغذائيه اللي ممكن ولادنا يحتاجوها. طبعا انت ممكن تحطي معاهم مكسرات كمان،
بس انا لو حطيتها ولادي مش هيحبوا ياكلوها في الفروت سالاد، بس بتبقى طعمها تحفه. بس ولادي ما بيحبوش المكسرات كده، بيحبوا ياكلوها كده. فاحنا دلوقتي بقى كده هنبدا نزوق الكاسات بتاعتنا ونبينها لكم وتشوفوا شكلها عامل ازاي. طبعا كده انا بعد ما عملتها كده بالطريقه دي، معانا كده بقى العصير العظمه ده كده اللي بيخلي بجد الفروت سالاد بتاعتنا اطعم من بره بكتير. بجد ده بيبقى حكايه. هننزل عليهم كده بمعلقتين منه. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما فتحنا كده الازازه بتاعتنا كده، هنبدا ننزل عليها كده بشويه بس من العصير ده. بجد بتخليه عظمه، اطعم من بتاع بره بكتير. والله والله بجد اللي هيجربه مش هيبطل يعمله لاولاده، ومفيد جدا وطعمه حلو جدا. طبعا كده هنقلب كده عشان كل الحاجات دي كده تتجنس كده مع بعضها، ولا بيحتاج سكر كتير ولا الهواء. ودلوقتي يا حبايبي حضرنا معاكم كده الفروت سالاد. طبعا انت ممكن تحطي عليه كريمه، بس علشان خاطر الوقت في رمضان بيبقى قليل جدا، فاحنا هننزل عليه كده بقطعه كده من الشوكليت. بجد بيخلي طعمها حكايه جدا. طبعا ولادنا كلهم بيحبوا الشوكليت دي، شوكليت كده بالبندق. هننزل عليها كده. طبعا دي اكياس شوكليت. ودلوقتي يا حبايبي جهزنا معاكم كده صوص الشوكليت كده عليها. بجد تحفه جدا، بيخلي طعمها حكايه. طبعا خلاص بقى كده المغرب هيأذن، فالموز ده مش هيسمر ولا اي حاجه. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وتكتبوا لنا كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم وكانت سهله وخفيفه ولا لا. بتمنى يا رب كل الوصفات اللي بنقدمها تكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وكومنت ظريف زيكم كده علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. ويا ريت لو في اي وصفه حابين ان احنا نعملها مع بعض، يا ريت تقولوا لنا وتكتبوا لنا واحنا نعملها وننفذها معاكم. اتمنى كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وما تنسونيش ابدا من دعائكم وكومنت ظريف عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. ولايك وشير بعد اذنكم علشان خاطر القناه مش هتكبر الا بيكم، لان انا بعد ما قناتي ما اتقفلت بجد بقت نفسيتي محطمه ومش قادره اكمل بصراحه. فبتمنى يا رب ان انتوا تدعموني دايما، وكل اللي يشوف الفيديو يكتب لي كومنت ظريف ده كده معانا علشان ده اللي هيرفع معايا الفيديو. بتمنى كل الوصفات تكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، واكون دايما عند حسن ظنكم، ونتقابل باذن الله في وصفه جديده، وباي باي.